السلام عليكم. اليوم سويت لكم كبسة بنكهة النعناع على طريقتي. هنا نزلت السمن، عندكم سمن أو زيت كله يمشي. هنا البصل، فلفل حار على حسب الرغبة، والثوم. وهذا النعناع أنزله مع الزيت والبصل عشان تطلع نكهة النعناع. بعد ما تغير لون البصل، عندي الحبة الدجاج مقطعة إلى 8 أوصال منزوع من الجلد علشان تسهل معانا الاستواء سريع. بعد ما شوحنا 3 دقائق الدجاج مع الزيت والبصل، نزلت حبة طماط، وبعد كده ضفت المي، نص ملعقة من الكمون، ربع ملعقة من الزنجبيل، ونصلي على النبي الملح، وشوية من الكزبرة، نقطع عليه ونرفع النار عليه حتى يستوي الدجاج. بعد ما استوى الدجاج، طبعا الرز المي طلع شوية مسود، أضيف له شوية من الحليب، أي نوع من الحليب عشان يطلع الرز لونه فاتح. كذا أضيف الرز له منقع أكثر من نص ساعة، برفع عليه النار حتى ينشف من المي. نفس الشكل كذا بقطع عليه، بخليه من 10 دقائق إلى 15 دقيقة على نار واطية. وكذا بعد ما خليته 15 دقيقة على نار واطية صار جاهز. ما شاء الله تبارك الله. لا تنسون الفولو واللايكات، واللي مش مشترك في القناة هذه اشترك يا أخي، وسوي لايك، واعطينا رأيك في الكومنتات، وسووا إعادة نشر الفيديوهات. الله يسعد أيامكم، تحياتي لكم.